بمجرد ما أعلنت السعودية عن نيتها عن استثمار 600 مليار دولار في أمريكا في الأربع سنين بتوع ترامب، وحصلت حالة من الالتهاب الميكروبيولوجي الحاد جدا للإعلام العربي بينتقد السعودية على فعلاتها وعلى استثمارها في أمريكا. الإعلام العربي التابع لأنظمة عربية قد تبدو من الظاهر أنهم أصدقاء للسعودية، ولكن في الباطن والحقيقة أول ما السعودية بتقفل الحنفية عن الأنظمة العربية دي، بتبدأ هذه الأنظمة تجند إعلامها في إنها تضرب في السعودية من تحت لتحت. وقد ظهرت خلال اليومين اللي فاتوا 3 سرديات عن إشكالية إن السعودية هتستثمر 600 مليار دولار في أمريكا. أول سردية قال والله إن المفروض السعودية بدل ما تستثمر في أمريكا تستثمر في الدول العربية، والأقربون أولى بالمعروف يا عم الكينج، وزيتنا في دقيقنا. ولا أنت شايف إيه يا عم الكينج؟ ماشي، خليني ماشي معاك في هذه السردية. جت السعودية فتحت الخريطة، ادي فتحنا الخريطة، عايزة تدور على بلد عربية السعودية عشان تستثمر فيها الفلوس بدل أمريكا زي ما أنت بتقول يعني. لقيت إن نص الدول العربية متدمرة، يعني السعودية لو دخلت تستثمر لا في أمن ولا أمان ولا تأمين للفلوس، يعني ممكن فلوس السعودية كلها تضيع. طب نص الدول العربية التانية يا كينج، نص الدول العربية التانية بيصحوا من النوم كل شوية يعملوا تعويم للعملة بتاعتهم. يعني السعودية تخش عشان تفيد بلد عربية عشان تستثمر فيها عشان تزود اقتصادها، الدولة دي تعمل تعويم لعملتها، تقوم السعودية اللي داخلة عشان تعمل خير في البلد دي بدل ما فلوسها تزيد تنقص بسبب التعويم. الله، لا، يبقى من حق السعودية انها تدور على مناخ مستقر لفلوسها يحميها ويزودها، ومفيش لا أأمن ولا أقوى من السوق الأمريكي، لأن السعودية مش هتشيل شيلة حد. السعودية مش هي اللي دمرت الدول العربية، بل جيوشها الغير وطنية. السعودية مش هي اللي بتعمل تعويم في الدول العربية، ده الأنظمة العربية. إذا أنتوا ليه عايزين السعودية تشيل شيلة مش بتاعتها وتحط كده فوق كده إيه عنوان يا كينج الأقربون أولى بالمعروف يا كينج؟ لا، الأقربون مش أولى بالمعروف، لأن الأقربون أول ما السعودية بتقفل الحنفية بيقلبوا على السعودية من تحت لتحت. دي السردية الأولانية. السردية الثانية، هيخش واحد دلوقتي يقول لي يا عم كينج بطون المسلمين أولى يا كينج. لا، هنستثمر، السعودية تستثمر في أمريكا وبطون المسلمين؟ معلش أنا آسف في الكلمة، أنا سوري فيري ماتش. مين قال لك إن السعودية مسؤولة عن فقراء المسلمين كلهم؟ لا، السعودية مسؤولة عن شعبها بس، وفقراء الدول العربية المسؤول عليها أنظمتهم. روح أنت شوف بلدك سرقة فلوسك إزاي ومخليك فقير وشحات، وعلشان تحسس نفسك ببعض من الشفقة على حالك بتشعر نفسك إنك ليك استحقاقية في فلوس السعودية. يا ابني افهم بقى، ما تجننيش. فلوس السعودية دي للسعوديين بس، والله العظيم فلوس السعودية للسعودية بس. وإن كانت السعودية بتقدم هبات أو مساعدات للدول العربية فده من طيب أصل وكرم السعودية، مش شيء إجباري يجب على السعودية فعله بشكل مستمر. روح شوف بلدك اللي سرقاك وسرقة قوتك وقوت عيالك ومستقبلك، وملكش دعوة بفلوس دولة تانية، هي حرة تعمل فيها اللي هي عايزاه. إن شاء الله السعودية تجيب الفلوس اللي عندها وتولع فيها براحتها، فلوسها، أنت مالك؟ أنت مالك؟ أنت لا تجرؤ أن تتحدث إلى بلدك وتقول لهم فين فلوسي. تروح تقول لبلد تانية فين فلوسي؟ دي السردية رقم 2. طيب يا كينج، السردية رقم 3. بس على فكرة يا كينج، السعودية أصلا بتدي الفلوس ديت لأمريكا عشان أمريكا تحمي السعودية. أيوان، أنا أحب الوش المكشوف. أنا سيبك بقى من القومية العربية واللعبة على موضوع إن أصل إحنا أخوة في الإسلام، وتقعد تلعب لي الحلمنتيشة كده والالتهاب الميكروبيولوجي. خش عليا بالصح، خش عليا ووريني الحقد اللي جواك. ده كده أنا كده أحبك.
شيل من وشك بقى عباءة القومية العربية والأخوة في الإسلام وبطون المسلمين أولى يا كينج. خش لي قول لي كده. أنت دلوقتي بتقول إن السعودية هتدفع لأمريكا فلوس عشان أمريكا تحمي السعودية. حلو. طب السعودية ما كانتش بتدفع قبل كده لأمريكا، وأنت برضو نفس الشخص كنت بتقول إن السعودية بتحمي أمريكا ودول الخليج. والله والله العظيم أنت نفس الشخص اللي زمان كنت بتقول إن أمريكا بتحمي السعودية ودول الخليج. الله، يبقى كانت بتحميهم ببلاش زمان مثلا ودلوقتي هتاخد فلوس؟ لا بص بقى عشان افهمك. 7-8 دقايق جايين دول اقسم بالله العظيم يكتبوا بماء الذهب على ميزان الذهب بعنوان كروت اللعبة. الترابيزة اللي قاعد عليها اقوى ناس في الكوكب دي ترابيزة ممنوع المساس. الله، يعني ايه يا كينج ممنوع المساس؟ اقوى ناس في الكوكب هم الموجودين كحجر اساس في دورة الاقتصاد العالمي، واللي لو شلتهم يتأثر الاقتصاد وقد يحدث تضخم لا يحمد عقباه قد يؤدي الى انهيار الدولار، وهو ما لا تريده امريكا باي شكل من الاشكال. الله، طب مين يا كينج اللي قاعد على هذه الترابيزة وقاعدين باي كيفية؟ كل دولة منهم بتتقمص شخصية القرموطي البلعوطي في الجزء الأولاني من فيلم القرموطي، وبيقولوا إيه؟ ارمي الكارت يا حدوته. فمثلا عندك أمريكا صاحبة الترابيزة داخلة قاعدة على الترابيزة دي بالقوة الاقتصادية الدولار والهيمنة الاقتصادية والقوة العسكرية أمريكا ومش عارف إيه. طيب روسيا موجودة بإيه يا كينج؟ طبعا بالقوة الاقتصادية والموارد والقوة العسكرية. الصين الموارد الاقتصادية والاقتصاد والناس اللي عندهم الموارد. طيب يا كينج في بلاد تانية طبعا، ركز معايا كده. الهند، باكستان، بريطانيا، فرنسا، كندا، ركز معايا. دول الخليج. طب يا عم الكينج دول الخليج ركز معايا بقى كويس جدا موجودة على الترابيزة ديت ليه؟ لأن دول الخليج بتلعب كويس جدا 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 بكارت الطاقة اللي معاهم علشان يكونوا حجر أساس في الاقتصاد العالمي، فما حدش يقدر يستغنى عنهم. بلد زي الكويت صغيرة جدا، ولكن ال3-4 بليون برميل اللي بيطلعوهم يوميا الكويت مهمين جدا 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 للعالم. فلا أحد في العالم يتمنى أن يحدث أي شيء لهذه البلد الصغيرة اللي اسمها الكويت، مش حبا في الكويت، ولكن الكويت بتلعب صح بالكارت اللي معاها عشان تحمي نفسها وتحمي شعبها. ركز معايا كده بس يا كينج. يا كينج ازاي الكويت بتعمل كده وازاي دول الخليج بيعملوا كده وما يعملوش كده ليه؟ هل دول الخليج هم اللي صنعوا النظام العالمي؟ مش هم، والله ما هم. ناس لقوا عندهم ثروة بيعرفوا يستخدموها الصح عشان يحموا شعبهم. هي علاقة خد وهات. برميل البترول اللي بيطلع بيدعم الدولار حتى لا تنهار أمريكا، وفي نفس الوقت أمريكا غصب عنها وعن اللي جابوها شوف لا تتمنى حدوث أي مشكلة في بلد صغيرة زي الكويت. فالعلاقة راحة جاية. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان امريكا لا تريد بتحمي دول الخليج. نعم ده عايزه تولع في دول الخليج كلها. اقسم بالله امريكا لو تطول انها تولع في دول الخليج كلها لا تولع، ولكن غصب عنه. علاقه راحه جايه. فواحد دلوقتي يطلع يقول ايه؟ ده كينج لازم يا كينج دول الخليج يا كينج تستخدم سلاح البترول علشان نضغط على امريكا. حلو جدا. طب وليه دول الخليج يضحوا بشعوبهم ليه؟ انت بلدك انت ايا كان بلدك ايه، روح قول لبلدك انها توقف صادراتها بالدولار، ما هو نفس التأثير بتاع البترول والله. لكنك لا تجرؤ. عارف ليه لا تجرؤ؟ لانك لو عملت كده هتدمر بلدك. لانك لو وقفت صادراتك بالدولار بلدك تشحت. لكن انت ما تقدرش تقول كده لبلدك، فبتروح تقول لي كده لدول الخليج عشان في هنا حته سودة من جوه للمستوى الاجتماعي الذي يعيشه الناس في الخليج. فبدل ما تلوم دولتك على انها مخلياك شحات وفقير،
بتدي نفسك الاستحقاقيه في فلوس السعوديه وفلوس الكويت وفلوس قطر وفلوس الامارات وفلوس كل دول الخليج. اذا يا جماعه، علاقه دول الخليج بامريكا بالنظام العالمي، دول بتعرف تلعب كويس جدا بكارت الطاقه اللي معاها، ويحق لها عشان تحمي نفسها وتحمي شعبها وتتطور. انت بقى كبلد عايز تروح تضرب في امريكا او تضرب في الكيان، مع نفسك، يلا روح، يلا روح ورينا، يلا شطارتك يا عسل يا مسكر يا سكر. اوعى وانا موجود في هذا العالم ان تلقي بالكذب والخداع والسرديات الخطأ على احد من دول المسلمين. اوعى. يلا مش فاهم كروت اللعبه، ومش فاهم كيف يحتفظ الناس اللي قاعدين على الترابيزه بانهم مش عايزين يضروا بعضهم، لان كل واحد فيهم مهم في دوره الاقتصاد العالمي. ركز معايا كده. لماذا ستموت ايران على السلاح النووي؟ ها قول لي. عشان تقعد على الترابيزه، عشان محدش يقدر يقول لها انت بتعملي ايه، عشان تحصل على حصانه دوليه وعالميه. ما هو اللي بيقعدوا برضه على الترابيزه اللي معاهم الكارت النووي. فلازم تفهم ما معنى كروت اللعبه. لازم تفهم ان انت كبلد، ايا كان بلدك ايه، لو انت عندك كارت لازم تلعب بيه عشان تحمي بلدك وتحمي شعبك. واتمنى من الاخوه العرب انهم يبطلوا يشعروا بالاستحقاقيه في فلوس دول الخليج وفلوس السعوديه خصيصا، لان فلوس السعوديه تخص السعوديه، فلوس الامارات تخص الامارات، فلوس البحرين تخص البحرين، فلوس قطر تخص قطر. روح دور في بلدك على فلوسك وسيب دول الخليج في حالها.